السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم دايما في الله. النهاردة بقى هوريكم سبب الخير اللي قدامكم ده او اللي انتوا شايفينه. حاجة واحدة هتشوفوها. انا طبعا بعد ما اقولكم معايا طبعا معايا التينية مشمشية وجوز هند وادي زبيب والقراصية بادي ربع بقى ايه او ده اقل من ربع يعني ب50 جنيه. طبعا مشكل لوز على بند طبعا على عين جمل. طبعا عندي طبعا بهارات ادي كزبرة ادي الشطة ادي البابريكا القرنوط. طبعا توابل الفراخ بتبقى بصي دايما مشكلة ازاي. انا بجيبها كده على طول خلطة على بعضها. وعندي الكمون خشن وادي الفلفل الاسود ناعم ماشي. وادي التوابل معايا توابل الفراخ بصي حطها طبعا في قرطاس كده عامله زي قرطاس كده توابل فراخ هنعملها طبعا مع بعض. وكل حاجه دي ايه السبب طبعا في الحاجه دي كلها. والحاجه دي كلها طبعا غاليه. انا يعني الحمد لله رب العالمين بعمل حاجه عندي كل سنه فنيش اللي انا يعني محرمش اولادي من حاجه. واني اجيب الحاجه اللي اولادي دايما يحبوها. اولادي بيحبوا المشمشيه يحبوا القرص يحبوا الحاجات دي كلها. ايه السبب بقى اللي خليني اجيب الحاجات دي كلها وما اتعبش او ما افكرش فيها قلت الحاجه دي غاليه مش هقدر كده. هي دي دي السبب خير من بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هي وش الخير عليه طبعا كل سنه فانا بعملها وبقى ايه يعني وبتجيب لي حاجات كتيره جدا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ويبقى كمان منها فلوس. الحصاله دي اللي بتشخل دي بحط فيها ايه كل يوم جنيه. والله العظيم سايب الحاجة دي كل يوم جنيه. انا مرة احط جنيه مرة زوجي بيحط جنيه. الاقي فاضية مثلا كده يعني باجي بالليل كده واحط فيها من جنيه ل2 جنيه كل يوم ماشي. بلاقي فكة معايا اجي حاطة لحد ما بقى ايه ما افتحهاش خالص. والله ما افتحها ابدا. بلا بص الكايلون بتاعها ماشي مفتاحها بنساه خالص. فطبعا ايه فهي يعني الحمد لله رب العالمين. فكل سنه بفتحهاش موسم رمضان. دي بفتحهاش موسم رمضان بعملها من بعد ما بقى ايه بفتحها وباخد الفلوس كلها واجيب الحاجات دي. ابدا بقى من بعديها احط فيها جنيه وجوزي يحط فيها طبعا كل يوم جنيه. فالحمد لله رب العالمين بلاقي فيها مبلغ كويس جدا. جاب لي يعني التوابل دي كلها ومش رمضان. وكمان جاب كمان علبتين بلح اللي هي الطريقه اللي بنفطر عليها في رمضان. طبعا بنحشي بها القطايف يعني جميله جدا جدا. وفرت عليا كتير طبعا ما ولادي طبعا بيبقى نفسهم في الحاجه فيها ما اقولش لا. يعني أنا لما دي مكنتش اقدر اجيب الحاجات دي كلها لان بفضل من بعد ربنا يعني فضل يرجع لربنا عز وجل. فدي طبعا اللي بحسب لن اجيب الحاجات دي كلها لاولادي فمالهمش لا انا مش مقدرتي لا. دي بلاقي فيها يعني مبلغ كويس جدا. بلاقي فيها من 500 ل 600 جنيه. فجابت لي الحاجات دي كلها يعني كل حاجه هي على قد ما قدرت يعني ربع مشمشيه ربع قراصيه واحده التينيه. طبعا جوز بتاع الزبيب جوز هند. الحاجات دي كلها على قد الفلوس بالظبط وجبتها ما شاء الله. الحاجه دي عندي كده فرحت اولادي ومنها جبت التوابل بتاع رمضان ويبقى كمان معايا التوابل. فايه فكروا في الفكره دي هتعجبكم جدا بس ما تقربوش منها خالص. يعني افراغ كيلون زي كده وما تقربوش منها خالص خالص خالص. وانسوا بقى شيلوا المفتاح انسوه خالص. اما تعملوا على بلاستيك كده او حاجه لازق كده عشان ما تفتحهاش. وكل يوم ابداوا باذن الله عز وجل. ما تقولوش بقى ايه من ضمانها للسنه الجايه لا اعملوها وخلوها على الله. فربنا يديكم الصحه يديكم طول العمر. اعملوها من السنه للسنه وكل ما تفتحوا تاخدوا منها فلوس جددوها تاني وخليها نفس الايه حصاله. وحطوا فيها كل يوم جنيه او 2 جنيه. الفكه اللي معاكي تلاقيها في البوك جنيه او 2 جنيه. زوجك هكذا من جنيه ل2 جنيه فهتلاقي فيها مبلغ كويس جدا. هتجيب الحاجات دي كلها وهيبقى كمان معاكي فلوس. انا بقى معايا يعني من الفلوس دي كلها 20 جنيه. فالحمد لله رب العالمين. فضل يعني يرجع لربنا. غير كمان انا جايبه منها التمر ده جاي من عند عطار واثقه فيه جدا حاجته نظيفه.
والحاجات دي جايباها من عند برضو واحد واثقه فيه، حاجه تنضيف، حاجات جميله جدا جدا. التمر ده بطعم العناب، طعم حلو تحفه جدا جدا جدا. ادي التمر اللي بقول لكم عليه جميل قوي، حلو قوي. يعني التمر ده بتعمل عصير حلو قوي جدا جدا، ده غير العصير الطبيعي. بس انا بعمل احتياطي، اولادي بيحبوا يعني بعد الفطار يعني يشربوه على حسب بقى ما هم عاوزين. فجميل قوي. انا جايباه عند واحد يعني عطار واثقه منه كويس، واثقه من حاجته. وادي البلح انا مفصصاه او مكسراه، بصي، وحاطاه في اكياس صغير. ما عندي كمان يعني بتاع 3 كيلو، لا 2 كيلو تاني لسه ما عملتهمش، لسه مفصصتهمش. بس ده لا، وريتكم اللي انا فصصته كده او كسرته. حش من النقع بتاعها، نحطه في كيس كده وبحطه في التلاجة. ماشي، كل يوم كده اعمل حبه واحطهم في التلاجة. غير كمان علبتين البلح اللي قلت لكم عليهم. فالحمد لله رب العالمين، فضل يرجع لربنا، لربنا اللي هي الحصاله دي. جربوها بجد، جميله جدا، حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم بجد. تلاقوا فيها مبلغ كويس جدا. الفكه طبعا دي بتبقى موجوده في البوك، ومش هتبقى ايه يعني جنيه. انت عارفه الجنيه في الزمن ده اول 2 جنيه ما بيعملش حاجه، بس جنيه على جنيه فهنعمل ما شاء الله مبلغ كويس. واجيب لنا الحاجات دي كلها. تعال بقى نعمل ايه بقى، سمي بسم الله كده ونبدا نظبط هنا كده ونعمل التوابل مع بعض. انا طبعا جبت علبة او حاجة زي كده. نعمل ايه بقى، عندنا المشمشية كده يعني، نعملها كده. طبعا كيف نعملها كده، ممكن نقص كده، بس انا بحب بقى اعملها نصين كده هو على طول. اما لو كبيرة الجامبو فطبعا تعملي ايه، على 4 ارباع كده التينية. بصي اهي نقصها كده، جميلة جدا اهي. القراصية لازم طبعا ايه نعملها من الناب بتاعها اهي. نقطعها كده، يعني نعملها زي خلطة كده على بعض، ونجهزها وقت ما نبل البلح نحط في طبعا في حبة زي ما انتم شايفين اهي. ونعمل كده الكمية دي كلها. انا حطيت كده طاسة بس موطية عليها النار، انزل بالايه نعمل طبعا ال7 بهارات بالكزبرة، معلقة كده كبيرة، ومعلقة كمون كده كبيرة طبعا، وايه وقرنفل كده معلقة، حبهان، وجوز الطيب 1 جوز الطيب طبعا انا يعني مقطعهم كده قطع صغيرة. وادي حبهان اهمدي، الحبهان ده طبعا والقرنفل ده على حسب الكمية اللي انت عاوزاه. ونقلبهم كده طبعا شوية، نفضل نقلبهم كده كويس جدا لما ياخدوا معانا ايه يعني سخونة كده عادية. ننزل عليه بالفلفل الاسود والايه والقرفة. يبقى كده ال7 بهارات معانا جميلة جدا. الكمية دي تعمل لك كمية حلوة. انا بشتريها من بره بس متبقاش بالايه بالكمية دي او طبعا يعني بالحلاوة دي بصراحة. يعني برضو بشتري من عند عطار جميلة جدا جدا، بس متبقاش كتيرة كده، حلوة جدا. ال7 بهارات للطبيخ لكل حاجة. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناة طبعا عشان يوصلكم كل جديد. اللايك يا حبايبي الحلوين، عشان انتوا ما بتعملوش لايك خالص ليه، مش عارفه انا مزعلكم في ايه. كده ننزل عليها بقى بالفلفل الاسود، معلقه برضو كده كبيره، معلقه قرفه، نقلبهم كده. انا فضيتها كده وحطيت طبعا الكزبره، فاعملها برضو شويه. فضيته كده في طبق، بس حطيت عليه يعني كام ورقه كده لورق، يعني دي طعم. فدي اللورق ده يعني حاجه اختياري، بس بيدينا الطعم معاها يبقى جميل جدا جدا. فاركنه اسيبه لما يبرد، واقلب طبعا الكزبره كده برضو شويه. انا فضيتها كده بتبرد ادي هي، يعني مش بحمصها قوي، انا بدها بس سخونه بس، حاجه كده تقليبتين 3 كده، فبتسخن بس سخونه. يعني نحط ايدينا كده عادي تبقى سخنه عادي، نيجي بقى هيشيلها من حمصهاش قوي عشان تديها الطعم والريحه جميله جدا.
فانا حط طبعا الايه الكمون، قلبه كده معانا. طبعا بقى نعمل ايه، نعمم طبعا كده في خلاط. نبدأ بالحاجة اللي احنا عملناها الاول اللي هي السبع بهارات كده، الكبة بتاعتنا الصغننة الجميلة دي. وطبعا هضربهم يعني ايه، هطحنهم كلهم كده. الفلفل الفلفل، لا الفلفل الناعم، الكمون والكزبرة. اطحنهم كده وارجع لكم ايه تاني. طبعا انا عملت طحنت الكمون والكزبره زي ما انتم شايفين، والسبع بهارات معايا. طبعا نعمل توابل الفراخ، توابل الفراخ اللي هي المشويه، لاي نوع عندك فراخ. معايا ايه، بصل بودر. طبعا كده كل دي حاجه ورق ورق ورق، لان انا كنت جايبه كل حاجه ب2 جنيه ب2 جنيه. الثوم بودر، حطينا بصل بودر، ثوم بودر، كركم، كاري. يعني ممكن كل حاجة كده معلقة معلقة، معلقة كبيرة معلقة صغيرة على حسب طبعا مقدرتكم، او ب2 جنيه كده. طبعا جنزبيل كمان معلقة، بابريكا. بابريكا طبعا هو القرنوط الحلو. فلفل اسود، قرفة هادي. يعني ممكن نحط بس حبة، لان القرفة طبعا ريحتها بتبقى قوية. يعني نحط بتاع ايه نص معلقة، نص معلقة قرفة. زعتر بقى وروزماري انا ايه هنحطهم هنا ونسحنهم كده، ننعمهم كده على بعض. يبقى كده عملنا 10 حاجات، يعني 10 انواع توابل. هروح طبعا اصحن دول كده او اطحنهم كده انعمهم وارجع لكم ايه تاني. انا نعمتهم كده، نفضيهم كده كويس ونقلبهم كده. عايزين ندخل طبعا كل التوابل في قلب بعض كده. انا عملت التوابل الفراخ، ريحتها جميله جدا جدا جدا، والسبع بهارات جميله قوي. معايا بطرمان كده طبعا، ده بتاع التوابل عندي، توابل الفراخ يعني، دي بتاع توابل الفراخ. انزل بكده انا خلصت كل التوابل، وطبعا مكسرات وكل حاجه. وادي الايه القراصية والمشمشية والتينية، كل ده قطعناه قطع طبعا صغيرة. فحطيته في علبة زي كده ولا غطا. فطبعا هغطيه طبعا واحطه فين، احطه كده في درج المطبخ في التلاجة. وطبعا كل ما اعمل طبعا ابل بلح، حبة بلح وعليه حبة من هنا، هديكي طعم جميل جدا جدا، ولادك هيحبوه. طبعا معايا التمر ده تحفة، انا واثقة جدا جدا من العطار اللي انا جايبة منه. فبيعمل تمر جميل جدا جدا بطعم العناب، طعمه حلو قوي قوي، مفيش الا منه على طول. وادي الزبيب، وادي طبعا مكسرات المشكله، وادي جوز الهند، وادي دي علبه التوابل اللي انا هحط فيها طبعا الفلفل الاسود، الكمون عندي يعني طقم التوابل 8 قطع كده. طبعا بحط فيه كل التوابل، وعندي قطعتين تاني برضه توابل ازاز. فالمهم كل علبه احط عليها الاسم ده، طبعا فلفل اسود، وكل حاجة طبعا حاطة عليها ايه اسمها، عشان طبعا اعرف التوابل ده ايه وده ايه. طبعا ومعانا السبع بهارات جميلة، ريحتها حلوة جميلة جدا. وادي الكزبرة بعد ما عملناه على النار، والكمون جميلة جدا. فلفل اسود طبعا انا جايباه ناعم، ان انا بحبه يكون ناعم كده. وادي توابل الفراخ التحفة، ريحتها بجد جميلة. ال10 انواع التوابل دي بتقلبهم على بعض، بيديكي ريحة وطعم حلو اوي اوي، هيعجبك. فانا كده خلصت الفيديو قدامكم او معاكم.
وادي الاساس الخير بتاعنا من بعد ربنا هي دي. جربوها وابدأوا من النهاردة وصلوا كده على الرسول وتوكلوا على الله دايما، وحطوا فيها على قد مقدراتكم، جنيه 2 جنيه على قد مقدراتكم كده. والله دي اللي يجيب لكم اللي انت عاوزين. انا بعملها من زمان يعني، بقالي يعني كذا سنة، يعني 3 سنين او سنتين، فهم بعملها على طول. فبجيب اللي انا عاوزاه كله من نفسي دي. فجربوها وابدأوا كده وسموا بسم الله. ودايما اقول لكم اسيبكم في رعاية الله، وما تنساش تذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.